السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم الدرك الملكي لقات القبض على السيد اللي عطى الابن ديالو هذيك المادة يشربها، وخرج بتصريح كيقول لك انا ما كنتش عارف. حنا في 2026 راه المعلومة كلشي عارفها الصغير والكبير، وعارف بان اي فعل كيتم استغلال فيه الطفل قصير بقصد ولا بدون نية يعاقب عليه القانون، ولو ان ما عندكش قصد جنائي. وما يمكنش ما يكونش عندك قصد جنائي، لأننا نحن ديما نطبقوا القاعدة الفقهية: لا أحد يهدر بجهل القانون. غير اليوم اهتزت منصة التواصل الاجتماعي بالمغرب على واحد المشهد يدمي القلوب وكيبكي الحجر. كاملين شفنا هاد الفيديو اللي يلا تبارطاجا اليوم ومازال سخون. بين قوسين راني بارطاجيت هاد الفيديو. شاب كادح في مقتضى العمر كيبكي بالحرقة والدموع القهر في عينيه، وكيردد الكلمة صراحة كلمة أنا اللي دراتني بزاف. كيتقطع بالقلب. راه خدام على الوالدة بعد ما تعرض لسرقة غادرة وسط الشارع تحت تهديد سلاح أبيض. هاد الصرخة العفوية لخصت المعاناة دري درويش كيجري على طرف الخبز الحلال قبل ما تمد ليه أيادي الغدر وتسلبه شقاء يومه وسيلة عمله. لكن سؤال اللي خصنا نطرحوه كاملين اليوم وفي هاد الساعة: واش هاد المجرمين وقت الطرق اللي هزوا سلاح وروعوا هاد الشاب بالهم شنو كيتسناهم في القانون المغربي؟ ولا واش كيتحب ليهم الله قضية سهلة فيها غير شهرين؟ ولا لا سيدي، اسمع مزيان. المجتمع المغربي في هاد الحالة راه ما كيرحمش وما كيعرفش المزاح. هاد الواقعة ما بقاش اسمها السرقة عادية، بل هي جناية، سرقة موصوفة. شنو الفرق ما بين السرقة العادية والسرقة اللي موصوفة ولي عقوبة ديالها صراحة ماشي كتخلع ولكن مزيانة؟ انا بعدا كنأيد. السرقة العادية هي سرقة اللي كت يعني ما باينش، ما فيش تهديد، ما فيش كذا، واخا كيعاقب عليه القانون. ولكن الطريقة اللي كتكون بظروف مشددة راه هي استعمال السيارة، استعمال العنف، استعمال ناقلة ذات محرك، تذبح غير حق بلباس، يعني انك تمشي بدارك الملكي بالحوايج دارك الملكي ولا بحوايج الامن وانت ما عندك حتى الصفة الضبطية، ولا ما عندك حتى الصفة ديال المخزن ولا ما خدامش كاع مع المخزن بصفة عامة، ولا انك تمشي تحمل السلاح، ولا انك تمشي وتسلق على واحد السور وتطلع فوق واحد الدار في الليل، ولا. يعني هادشي كامل كتعتبر سرقة مشددة. السرقة نهارا راه باينة كتمشي سرقة عادية، ولكن مشددة عليها ظرف كبير، واستعمال سلاح بالنهار صافي. هنا نمشيو لفصل 507 من القانون الجنائي المغربي، واضح وصريح: سرقة استعمال سلاح سواء كان ظاهرا ولا خفيا، يعني كنت باين ولا مخبي، ومن طرف شخص واحد ولا اكثر، يعني في حالة التعدد العقوبة ديالها كتوصل للسجن المؤبد، يعني الحبس طول حياتك يا حبيبي. على قبل حاجة سرقتيها في دقيقة وتصورت فيها كاميرات المراقبة، ولا انه شافوا شاهد العيان، ولا. ثانيا وحتى إلا مشات أمور في اتجاه آخر، فصل 509 كيعاقب السجن من 10 ل 20 عام، وهانت ضيعتي حياتك في واحد خطأ اللي شحال سرقتي 6000 مثلا 10، فانت ضيعتي 20 عام في عمرك. وفي حالة يعني توفروا الظروف الجديد اللي قلناها قبيلات، يعني اولا التعدد. المهم العنف خصوصا في هذا الفيديو اللي كان فيه العنف. من هنا كنعلنوا التضامن المطلق ديالنا مع هذا الشاب المكافح، وعندنا يقين تام برجال الامن الوطني والفرقة الوطنية اللي ديما واقفة بالمرصاد، وعاونونا على السرعة في التوقيف بحال هاد المجرمين، وغادي يجيبوهم العدالة للقانون في أقرب وقت. قانون كاين والقضاء كيضرب بيد من حديد مؤبد، كيتسنى كل واحد باغي يعيش على عرق وشقاء الدراويش. بارطاجيو هاد الفيديو دابا على أوسع نطاق باش يوصل صوتنا ونتضامنوا معاه ولد الشعب. غير لي إشارة وقبل الختام: أنني شفت ناس في هذاك الفيديو اللي قاعدين كيشوفوا كيتفرجوا. انا شخصيا كنقول ما عندهم ما يديروا، ولكن كان عليهم انهم راه الجماعه هذيك راه اكثر من 10 واحد، اكثر من 10 راه يتحاموا عليه ويحيدوا له الموس ويعيطوا له على فرقه الوطنيه. ما فهمتش انا صراحه هاد الناس هادو شنو باغيين يصوروا من انه كيتفرجوا وما كيشوفوا السيف، كيشوفوا الموس. حتى واحد ما زعم انه يعيط للبوليس، حتى واحد ما قال اجي نحيدوا له الموس، اجي يتحاموا عليه. راه واحد ما يغلبش 10 ولا 20 واحد.
خص يكون عندنا عقلية تعاون. تحية للجميع ونهاركم مبروك.